سموها تحلية ليمون، سموها تيغاميسو ليمون، دبر راسكم. المهم هاد الوصفة كراف بنينة. شوفوا هذيك لا كريم وهذيك لا كريم وسيتروني اللي تعطي الانتعاش لا فريشور. واش نقول لكم؟ بيان سور لعشاق الليمون. المهم هذا الوصفة تستاهل يا بنات الحفظ وتسحقوها رمضان. ان شاء الله راهو جاي على الابواب. تابعوني الكوزينه، نروحوا نشوفوا الوصفة نديروها مع بعض. هنا كان عندي موسكوتشو كنت مخبيته في الكونجيلاتور، جبدته فتته كما راكم تشوفوا هكا. نتوما الا عندكم لي شيت تاع لاجينواز ولا ثاني تقدروا ديروها. حطيت هنا كاس ونص تاع الحليب في كسرونه، حبه تاع بيض، ومغرف كبيره تاع نشا لا مايزينا، زوج مغارف تاع سكر كبار، ولافاني. حركت بارد في بارد. حطيت الكسرونه تاعي فوق النار طيب. بيان سور نحركوه هنايا باستمرار حتى تشوفوا لا كريم تقالت ودارت هذوك الفقاعات. تما كي طيب لا مايزينا تاعكم. هنا واش درت مغرف، زدت مغرف تاع فخوماج بلون، جبن طاري هذاك تاع الميزان اللي يمشي مع اللحم. زدت خلطته شويه، طفيت على النار ودرت لا فاني ليكيد. فوالا لا فاني تاع الديسير. من بعد هنا فرغتها، غطيتها بالسيلوفان اون كونتاكت مع لا كريم، وحطيتها في فريجيدير تبرد مليح. لازم تبرد، خلوها في فريجيدير تبرد. من بعد رحت وجدت الكريمه تاعي. هنا كاس الا ربع تاع قارص معصر وصافي مع نص كاس تاع حليب. هذاك الكاس تاع قارص زدت له الماء، زوج حبات بيض، كاس الا ربع تاع السكر، ومغرف كبيره تاع نشا، زوج مغارف بلوتو تاع نشا. هنايا حركت هنايا كلش بارد في بارد. ومن بعد حطيت لا كريم تاعي هذه او سيترون. زدت هنا لا فانيا، ما تنسوش لا فاني. حطيتها فوق النار الطيب. قلت لكم هذاك الكاس الا ربع تاع القارص هذاك معصر ليمون ويكون مصفي، زيدوا له كملوه بالماء. هنايا لا كريم حطيتها فوق النار وخليتها الطيب. بيان سور الطيب هنا بدون تحريك حتى تشوفوها تقالت لا كريم ديالكم. فوالا شوفوها كيفاش تتقال. ودير هذوك الفقاعات هذوك معناتها راهي طابت. هنايا زدت مغرف كبيره تاع الزبده، حركتها. وهذا تاني هاد لا كريم تاني زدت تاني حطيتها في طبسي، فرغتها وغلفتها بالسيلوفان اون كونتاكت تاني مع لا كريم. وعاود تاني شوفوا لا تيكستور تاعها القوام. فوالا ومن بعد حطيتها في الفريجيدير. هاد لا كريم تاني لازم تبرد في الفريجيدير. من بعد جبت هذيك لا كريم الاولانيه اللي حكمتها اللي درتها في الفريجيدير اللي خدمتها مع الاول، زدت لها زوج مغارف حتى 3 مغارف تاع لا بودر شونتيي وطلعتها بالباتور. هنا طلعوها مليح يا البنات، لازم تكون خفيفه لا كريم. تشوفوها خفافت ولات بيضه، يعني هاد لا كريم روعه تولي هايله. شوفوا كيفاش هي تطلع، تولي هايله. هذيك بودر شونتيي تعطي لها الخفه، تعطي لها ملمس تانيك ناعم. شوفوا شحال شابه. خلاص هذه راهي سي بون، تهنينا منها راهي وجدت. هذه ما علينا غير نحضروها. بعد جبت لا كريم تاع كريم او سيترون تكون جامده، يعني تكون كي كوم جولي. لازم هنا نعطي لها كيما نقول لك شغل كوم اون كريم، يعني نعطي لها قوام تاع اون كريم. لازم نطلعوها بالباتور. من بعد جبت لي فيغين تاعي هنا، درت هذاك الموسكوتشو شمختو بشويه تاع حليب. نتوما ديروا سيرو ديروا اي حاجه. فوالا وحطوا لا كريم تاعكم. هنا حطيت في الاكياس، هذا الكيس الحلواني هذا درت فيه لا كريم ولا كريم تاع سيترون كل واحد وحده. وزينت طبقه تاع الكريمه وطبقه كريمه تاع الجبن وطبقه تاع كريمه تاع الليمون. حطيت شويه تاع نواه كوكو كيما راكم تشوفوا، وكاين اللي حطيت لهم شويه تاع كاوكاو ايفيلي محمص. المهم هذا التزيين ليكم نتوما، حطوا واش حبيتوا كيما تقدروا، ما تحطوا والو. فوالا هذه هي النتيجه، احلى واروع تحليه وسيترون. هذه الوصفه تاعنا اليوم، ان شاء الله تعجبكم. جربوها يا البنات. نقول لكم سلام.